لو انت بتراجع كل تفصيلة بإيدك في الشغل يبقى انت كده شغال تكنيكال في الحاجات الفنية، مش شغال تكتيكال بتخطط وبتدير وتوجه وتحفز. فتعالى لي كده يا مدير، عاوزين نعمل مايند سيت شيفت من المفهوم القديم اللي انت بتقول انا لازم اعمل كل حاجة بإيدي علشان اضمن انها تكون صح. المفهوم الصح بقى بيقول ان انا لما ادي الثقة للتيم بتاعي واديله مساحة ان هو يشتغل براحته، هو نفسه هيفاجئني بإنتاجية أكبر ومسؤولية أعلى. السيطرة الزيادة ومتابعة كل التفاصيل بتخلي الناس تعتمد عليك أكتر، وبتواجه ردين فعل على حسب شخصية كل واحد في التيم. اللي شخصيته ضعيفة ومش بتاع شغل ما هيصدق وهيسيب عليك كل حاجة وهيستناك بقى في كل تفصيلة، ما انت اللي عاوز كده وبتحب تعمل كل حاجة بإيدك ومش بتثق فيه. أما النص التاني لما يحس ان انت مش واثق فيه ومش مديله مساحته هيبدأ يتخنق منك، وانت كده بتكون بتضرب انتاجيته وبتعمل له بيرن اوت، احتراق، لانه عاوز مساحة يتحرك فيها. القائد الحقيقي مش هو اللي بيعمل كل حاجة بإيده، لكن هو اللي بيعرف يبني جسر الثقة بينه وبين التيم بتاعه ويديلهم مساحة، ولما تثق فيهم وتعلمهم هم هيشتغلوا بقى بروقان ومسؤولية، وانت تدير وتوجه وتحفز. وزي كده ما سيمون سينك قال لنا The best leaders trust their people before they are fully ready. يعني كمان مش هتستنى لما هم يبقوا جاهزين تماما وتقولي ما هم مش قد الثقة دي، اديلهم الثقة قبل ما يكونوا جاهزين. طبيعي هيغلطوا وانت هتعلمهم وتطور منهم، فواحدة واحدة هيبقوا أحسن نسخة من نفسهم، وهتعلي كفاءتهم لغاية لما يوصلوا إن هم فعلا يبقوا قد الثقة. أنا كان عندي مدير فرع، كل ما كنت بعمل زيارة للفرع ده في أول الشهر بلاقيه قاعد على الجهاز عمال يدخل في الداتا بتاعة البرودكتس الإكسباير اللي طلعت من الصيدلية، وده شغل تكنيكال قوي ممكن يعلمه لأي حد من التيم، وهو اللي يقعد على الجهاز ويقعد ساعتين 3 بيدخل للأصناف دي، وانت تكون بتعمل حاجة تانية تكتيكال أو استراتيجيك، ولكن هو دايما كان خايف إن الجزء ده ما يتعملش صح. علمه وهيغلط وهيتعلم وهكذا، وطبعا ده كان عامل عليه هو عبء وضغط وطول الوقت مش فاضي، وفي نفس الوقت التيم اللي تحته مش بيتطور ومش بيتعلم حاجة جديدة. فخطوة عملية تبدأ تعملها من النهاردة، اختار كده مهمة واحدة بس انت كنت دايما بتعملها بنفسك علشان خايف ان حد يعملها ويغلط فيها، وهات حد من التيم واقعد معاه وحدد له الهدف من المهمة دي واديله مساحته بقى ان هو يعملها، ولو احتاجك يرجع لك. انت كده تكون بتعلمه حاجة جديدة وفي نفس الوقت بتطور من كفاءته وبتشيل من عليك انت مهمة تكنيكال ممكن تبدلها بمهمة تانية تكتيكال او استراتيجي. وعاوز اسألك بقى سؤال، هل انت من المديرين اللي بتمسك فعلا في كل تفصيلة وبتحب تتابع كل حاجة بنفسها، ولا بتدي مساحة للتيم بتاعك انه يشتغل ويبدع؟ لو جاء الوقت انك تعرف ازاي تستخدم الاداة السحرية بتاعت الثقة وتتعلم ازاي تبني جسر الثقة ده بينك وبين التيم بتاعك في خطوات سهلة وعملية قوي، انا مخصصه له موديول كامل في كورس How to Influence People Like a Leader. هتقدر تعرف ازاي تبني الثقة وايه اللي بيكسر الثقة دي، حاجات صغيرة كده ممكن تكون انت بتقع فيها ومش اخد بالك، ولو الثقة اتكسرت فعلا وده وارد، ازاي ترجع تبنيها بمنتهى البساطة. دوس على اللينك تحت هتلاقي كل التفاصيل، وما تنساش تعمل سبسكرايب لليوتيوب تشانل علشان نكمل مع بعض Lead with Elegance في Business Byte، واشوفك في الحلقة الجاية اللي هتعرفك ان القائد مش سوبرمان.